رواية واقعية تسببت باغتيال كاتبها الصحفي المناضل غسان كنفاني من قبل الموساد الإسرائيلي بسبب أفكارها وما تناولته من آراء عن معنى الوطن والمقاومة واللجوء. تحكي قصة زوجين فلسطينيين اضطرا لتركيب ابنهما الرضيع في المنزل وحيد يوم النكبة، ولم يتمكنان من الرجوع له بسبب أحداث ذلك اليوم المشؤوم، وعودتهم بعد 20 سنة ليجدانه قد تربى في نفس منزلهما القديم لكن في كنف أسرة يهودية، وصار عسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي. الرواية تحمل كثير من الرمزيات والمتناقضات والمشاعر ودقة وصف الأماكن، حيث أخرج غسان كنفاني كل ذكريات طفولته عن المدينة فيها، ورغم حجم الكتاب بسيط لكنه عمل تأثير في كل من قرأه. هل عرفتم اسم الكتاب؟ مسابقة كتاب وكتاب.